عندنا يا جماعة الأفعال love like prefer بيجي بعدها الفيرب نضاف له ing. تمام. ولكن لو سبق هذه الأفعال كلمة would هنستخدم بعديها to والفيرب في المصدر. تمام. زي I love traveling by train. love هنا جاء بعدها الفيرب منضاف له ing. I love traveling. I like traveling. I prefer traveling. هيجي بعديهم الفيرب منضاف له ing. طيب لو حطيت would قبل الفيرب هتغير القاعدة وهناخد بعد الفيرب ده to والمصدر مش ing. I'd love to come. I'd love to come. I love coming. I'd love to come. I love coming. ناخد بالنا بالله عليكم من النقطة دي عشان مهمة جدا. طيب لو حطيناها في سؤال برضو would you like to come to my birthday party مثلا. would you like to come. would you like. would جت في أول السؤال اهي. هل تود أن تأتي حفلة عيد ميلادي.